في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن امرين مهمين بنحتاجهم كتير واحنا شغالين على الجداول في الريفت. الفكره الاولانيه ان انا لو عندي موديل فيه مجموعه جداول زي الموديل اللي انا فاتحه ده، والجدولين دول انا عايز انقلهم بنفس الفورمات بنفس كل حاجه لفايل تاني. يعني انا عندي ده الجدول مثلا بتاع الاعمده، فانا محتاج ان انا انقل الجدول ده بنفس الفورمات لفايل تاني. هقدر اعمل حاجه زي دي ازاي؟ ده الفايل التاني اللي ما فيهوش جداول خالص، يعني الجداول كلها فاضيه. هروح على insert from file واختار insert view from file، وهروح على الفايل اللي انا عايزه وهقول له اوبن. الاقي ان هنا هو ظاهر لي الشيتس وظاهر لي السكادول. ممكن اختار مثلا السكادول ده والسكادول ده وهقول له اوكي. هلاقي ان الجداول كلها جت معايا هنا بنفس الاسامي بنفس كل حاجه، عشان الموديل بس ما فيهوش اعمده، ولكن بمجرد ان انا هرسم اي اعمده هتسمع هنا. وممكن بقى اخش اغير الفورمات او اضيف حاجه او ازود حاجه على حسب اللي انا عايزه. دي كده الحاجه الاولانيه. الحاجة التانية، لو أنا عندي 2 parameters ومحتاج إن أنا أعمل لهم combine في بارامتر واحد. لو أنا عندي قاعدة مثلا بالشكل ده وحبيت إن أنا أضيف التلاتة parameters دول مع بعض في خانة واحدة، أنا هقول له الفاونديشن dimension وهحط له length width وسيكنس. بعمل حاجة زي دي إزاي؟ من هنا هلاقي إن هو فاتح لي option combine parameters. هختار التلاتة parameters اللي أنا عايزهم. تمام، هو هنا بيقول لي أنا هفصل ما بينهم إزاي. ممكن أحط الستار مثلا، ممكن إن أنا لو أنا عايز أكتب حاجة قبله أو بعده، يعني ممكن أكتب مثلا الوحدة مثلا بتاعتي هيظهروا لي بالشكل ده. طيب لو أنا حبيت أعدل حاجه، فممكن من هنا لو انا حابب ان انا اشيل دي اشيلها عادي، ما عنديش مشكله. فهي الفكره كلها ان انا بقدر ان انا اعمل كومباين، مش محتاج ان انا اطلع مثلا اللينس لوحده والويتس لوحده.